السلام عليكم متابعيني العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. اليوم غنحضر معكم واحد الكيك بمكونات بسيطه صراحه، اللي كيك بسيط ولكن كنزيدوا بحال ما هكا افكار باش نخلقوا منه شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي مبتكره وكتحمر الوجه وكتعجب الكبار والصغار مذاقا ومنظرا كذلك. حتى المنظر صراحه المنظر كيسبق المذاق، ولكن هذه كتجي خطيره في كل شيء. كيك بالقهوه كيجي رائع في المذاق ديالو، وبواحد الكريمة ديال الشوكولاتة اللي كتجي خطيرة بزاف وساهلة وبمكونات جد بسيطة. تزينوا بها بحال ما هكا الكيك ديالكم، كتجي من أروع ما يكون. صراحة بغيتكم تجربوها لأنها كيكة بسيطة ولكن كتعجب كلشي. بحال ما كتزينوا بها الطبيلات ديالكم ديال الكوطي، إلا مشيتو عند حبابكم علاش لا. يلاه نخليكم تكتشفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي 3 حبات ديال البيض مع قبيصة ديال الملحة، غادي نضيف عليهم واحد كاس مع عمرش ديال السكر سنيده. الحلاوه كتبقى اختياريه، انا ما كتعجبنيش الحلاوه تكون بزاف. صافي غادي نخلط مزيان هاد البيض والسنيده والمليحه حتى يذوبوا. كيف ما قلت لكم هو راه كيك بسيط ولكن كتبقى الافكار، كنزيدوا شي افكار لشي حاجه كتعطي اللمسه ديالنا، وكذلك اللي كتعجب كتجي حتى في المنيضر ديالها زويونه. صافي كيف ما شفتوا كنضرب البيض مزيان. هنا إلا بغيتو تخدموا بالخلاط ماشي مشكل، ولا بالميكسور ماشي مشكل، ولكن أنا غنخدم غير بالفوي ما يحتاجش. صافي هنايا عندي 4 كاس ديال زيت المائدة، غنخلطو معاهم حتى هو حتى ينسجموا ليا. كنخلطو مزيان. هنا البنات راه كنت خدامة وكنهضر في التليفون مع الوالدة يعني راه خدامة وكنتحتت عندي هنايا كاس ديال الحليب دافي، اللي ضفت ليه واحد شاصي ديال القهوة سريعة الذوبان، أولا ملعقة كبيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، كتعطي واحد النكهة واعرة لهاد الكيكة. كيف ما كنعرفوا أن المذاق ديال القهوة كيتواتى لينا بزاف مع الشكلاط. وعندي هنا 250 غرام ديال الدقيق الأبيض الممتاز، غادي ندير الدفعة الأولى. ضروري ما نغربلو الدقيق، دائما البنات كنقولها لكم باش كتحضروا باش كتحصلوا بحال ما هكا على كيك يكون سوفلي، ويعني كيما كنقولوا كيك مهوي وزوين. صافي كيف ما شفتوا هنا راه غير داك القهوة عطات اللوين للكيك ديالنا قبل ما نزيدو الشكلاط، كيجي اللوين ديالها زوين. هنا غنديروا الدفعة الثانية ديال الدقيق، وغادي ندير معاهم واحد تقريبا 2 المعالق كبار ديال الكاكاو المر. غندير هنايا الملعقة الأولى، وفاش غنخلط ما تبقى من الدقيق غندير معاه الملعقة الثانية، ملعقة مملوءة. وغادي نضيف هنايا 2 الأكياس ديال الخميرة الكيماوية، كل وحدة كتوزن 14 غرام. هاد الكيكة البنات كيف ما شفتوا مكونات جد بسيطة وغير قليلة، وكيعطينا كيك بحجم عائلي لأنه كيجي سوفلي تبارك الله، كيجي رطب وهشيش على مزويناتو. ننصحكم تجربوه البنات، أنا متأكدة غادي يعجبكم إلا حضرتوه بهاد الطريقة اللي درتها أنايا. صافي هنا نفتت هادوك الحبيبات ديال الكاكاو باش ينسجموا ليا مع الدقيق. هادي كتبقى البنات طريقة سهلة أننا نخلطوا الدقيق والكاكاو دغيا كينسجموا لينا مع بعضهم وما كيعطوناش تكتلات في الخليط ديالنا. صافي هنايا غنضيف ما تبقى من الدقيق، غادي نزيد معاه الملعقة الثانية ديال الكاكاو المر. هذه الملعقة الثانية البنات المملوءة. صافي وكنغربلها حتى هي تنحيد دوك الكويرات تاع الكاكاو، لان كيف ما كنعرفوا راه الجو بارد دغيا كيتكتلوا، الا بقينا محتفظين بهم راه دغيا كيتكتلوا لينا. صافي غادي نخلط صافي حتى ينسجموا ليا، وغادي نحصل على قوام ديال الكيك اللي يكون خفيف. صافي في هذه المرحله كنضرب الخليط بالفوي مزيان باش قد ما دخل ليه الهواء كيجي الكيك كيجي خفيف، كيجي هشيش واسفنجي. ضروري من هذه المرحله البنات باش كتحصلوا على كيك مهوي. صافي كيف ما شفتوا
صافي الطريقة راه ساهلة ودغيا كيوجد معانا هاد الكيك. صافي كيف ما كتشوفوا القوام راه خفيف. هنايا خديت واحد المول أولا اللاطة اللي القطر ديالها 30 على 24 كيف ما قلت لكم راه تبارك الله حجم عائلي. 30 على 24 واخا كتبان في الكاميرا صغيرة راه ما شاء الله راه كتهز الخير والبركة. صافي غادي نفرغ الخليط ديالي كامل. صافي وغادي ندخلو الفران بارد. الفران أنا الكيك ديالي دائما كنخدمو في الفران يكون بارد على درجة حرارة 200 ونشعل عليه غير من التحت صافي ونخليه حتى يطيب على خاطرو. كيف ما قلت لكم القطر تاع اللاطة 30 على 24. صافي راه دغيا كيطيب هاد الكيك ما كياخدش معنا وقت اون فوا كيسخن الفران صافي كيبدا يطيب. وها هو الكيك ديالي هنا خليته البنات حتى برد لانه كان سخون وخاصني نقطعو قلت خليه حتى يبرد. كيف ما كتشوفوا كيجي تبارك الله خفيف اسفنجي. هنا غناخد واحد السكين اللي غادي نقطع به. قطعوا نتوما القياس اللي بغيتو انا غنقطع على شكل مربعات وانتوما قطعوا على القياس اللي بغيتو والشكل كذلك اللي بغيتو. صافي كنقطعو كيف بحال ما هكا. كيف ما قلت لكم تبارك الله راه كتجيو القطع متساويه وقطع اللي كبيره نيت تبارك الله اللي كلا غير قطعه راه يشبع. شوف تبارك الله كيفاش انا كنقطع فيها وهي كتبومبي ما شاء الله جات زوينه بزاف هاد الكيكه. صافي غنخليها جانبا وندوزو باش نحضروا الكريمه ديال الشكلاط. هنا عندي الحليب بارد غادي نحتاج كاس ونصف الكاس. العبار دائما بكاس العنبه. هاد العبار اللي عطيتكم البنات ولا هاد القياسات راه كيجيو نيشان هما هادوك حتى شي حاجه ما كتضيع. غنضيف ليهم 2 المعالق كبار ديال مايزينا او نشا الذره. معالق كبار. و2 المعالق ديال السكر سنيده. هاد الحلاوه البنات هنايا راه كتجي مضبوطه هي هذيك مع غنزيدو الشكلاط كتجي هي هذيك مضبوطه. ما تكتروش السكر. صافي وغادي ندير واحد الملعقه كبيره ديال الكاكاو المر. كيف ما شفتوا ملعقه كبيره مملوءه. صافي وغادي نخلطهم مزيان حتى يذوبوا كاملين. تذوب ليا ديك النشا والسنيده والكاكاو. عاد غنديرهم فوق النار باش ما يلصقوش ليا في القعر. غنديرهم فوق النار وغنبقى نحرك فيهم حتى يعقادوا. صافي هنا كيف ما شفتوا من بعد ما عقد ليا الخليط كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا القوام. صافي هنا غنضيف ليه واحد 6 القطع ديال الشوكولا عادي. صافي غنقسمهم بحال ما هكا باش دغيا يذوبوا وغادي نبقى نحرك فيهم بواسطه الفوي حتى يذوبوا ليا مع هذيك الكريمه وهي سخونه. صافي وهنا غنزيد واحد الملعقه ديال الزبده. علاش هاد الملعقه ديال الزبده لان كتزيد تعطينا اللمعان لهاد الكريمه ديالنا وكتجينا دهنيه. صافي غنخليهم حتى يبردوا. هنا البنات خليت لاصوص او الكريمه ديالي حتى بردات مزيان. شوفوا كيف كيرجع الشكل ديالها. لكن نتوما مثلا غتصبوها فوق الكيكه صبوها وهي باقا سخونه يعني باقا ما عقادتش باش كتجيكم طبقه متساويه ومقاده. الا كنتو غادي تزينوا بهذه الطريقه خليو الكريمه ديالكم حتى كتبرد مزيان على خاطرها ممكن تدخلوها للثلاجه حتى تبرد. صافي وتزوقوا بها بهذه الطريقه اللي درت انا. خديت هنايا قمع بلاستيكي ممكن تاخذوا غير بلاستيكه عاديه. انا درت بوش جوطابل. كيف ما قلت لكم ديروا غير بلاستيكه عاديه. صافي وشكلوا على هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا راه الطريقه سهله وكتجي مزيونه في المنيضر ديالها. صافي غنشكل بحال ما هكا خطوط. وهاد الكيكه البنات راه كيجي هشيش بزاف ما كيحتاجش اننا نسقيوه. صافي وغادي ناخذ هنايا هاد الحبيبات ديال العقيق الملون. المهم التزيين كيبقى اختياري ممكن نزينو بالكوك ممكن نزينو باللوز ايفيلي ولا الكاوكاو كونكاسي ولا اللي عندكم البنات اللي عندكم. انا هادو كانوا متوفرين عندي عجبني المنيضر ديالهم كيف ما كتشوفوا كيجي زوينين في الشكل ديالهم. اختاريت انني نزوق بهم الكيكه ديالي. وها هي الكيكه ديالي من بعد ما زينتها البنات.
هنا كيف ما قلت لكم خليو لاصوص أو الكريمة حتى تبرد، عاد زينوها باش ما يذوبش ليكم. إلا كانت سخونة وحطيتو فوق منها مثلًا هاد العقيق راه كيذوب، لأنه غير من السكريات. شوفوا المنظر ديالها كيف كتجي تبارك الله، شي حاجة اللي غزالة وكتعجب، أكيد غادي يحماقوا عليها الوليدات ديالكم، وأنا متأكدة إلا حطيتوها في الطبيلة ديالكم غادي تبان الطبيلة ديالكم تحفة ما شاء الله، غادي تبان عاطية المنظر، شي حاجة اللي زويونة. صراحة كأفكار بسيطة نزينوا بها الطبيلات ديالنا، كتبقى هاد الكيكة في متناول الجميع. دائمًا أنا كنحاول أنني نجيب لكم وصفات بسيطة وساهلة، والمبتدئات أنكم توجدوها بعينيكم مغمضين وتنجح معاكم. شوفوا تبارك الله كيف كتجي. كنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم وما نكونش ثقيلة على القلب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو خليو لي لايك ونتلاقاو إن شاء الله. مع السلامة.